كلمتين على المشي النهارده عن نوع معين من الرجاله. ممكن طلب قبل ما تكملي الفيديو، ممكن تعملي سبسكرايب، اشتراك في القناه، وتفعلي الجرس علشان يجيلك نوتيفيكيشن على اليوتيوب اول ما انزل فيديو. ممكن النوع اللي هو مثلا بيشوف واحده مطلقه، بنت كبرت شويه في السن ولسه ما اتجوزتش، ستات معينه كده اللي بنسميهم الفولنربل، اللي هو عندهم نقط ضعف المجتمع فرضها عليهم، هم ما عندهمش اي نقط ضعف. الرجاله دول بيتقربوا للبنت او للست وهم متاكدين انهم مش هيتجوزوهم، ودي اسمها قله ادب. امال بيتقربوا منهم ليه؟ الدلع، التسليه، ناخد وقتنا وندي ونعشمها ونخليها قاعده، نسيبها كده، يمكن الظروف تتغير. ولو راجل متجوز بقى هيفهمها طبعا ان هو جوازته وحشه، مع انه متجوز ومخلف 2 ومراته حامل وكل حاجه ماشيه تمام، وهو مش ناوي من جواه انه يتجوزها، لكن هو بيقعدها جنبه كده على امل. هنا انا ما بغلطش الراجل ده، خلاص احنا مش هنتكلم عليه، ده معروف صفاته، ويعني مش هبوظ لساني بوصفات هذا الشخص، لكن انا بلوم على البنت اللي بتوافق على كده، على الست اللي ترضى بهذا الوضع. في تقاليدنا وعاداتنا لما راجل يتقرب لست يبقى هو عايز يتجوزها، بس مفيش اوبشن تاني. طيب هو اتقرب وحصل شويه اعجاب وبقالنا 2-3 بنتكلم، مفيش حاجه في الحياه اسمها ارتباط بقى. في انه بص يا ابن الحلال، احنا شكلنا ممكن نكمل مع بعض وشكلنا حياتنا ممكن تبقى كويسه، فانت تيجي تتقدم بعد قد ايه؟ بعد ما عرفتنا قد ايه؟ 2-3 بالكتير، شهر ده انا مش موافقه عليه، بس يعني اهو يجي يتقدم بقى، يعني معلش هنتعبه جدا معانا، وهنكلفه معانا، وهنقومه من على الكنبه، وهنخليه يقوم يتقدم، يجي هو واهله يتقدموا لباباكي ومامتك في بيتك. اوعي، والرساله لكل ست، تحطي نفسك في الموقف ده، لانه الموقف بتاع الارتباط واستنيني وهكون نفسي ومعلش ظروفي واصله ده اكتر حاجه توجع وتجرح، عشان كنت عايزه اقول توجع وتجرح مع بعض، توجع وتجرح اي ست. ولو رجعتي كده حواليكي هتلاقي ان معظم مشاكل البنات والستات اللي لسه ما اتجوزوش او الستات المطلقات انه ناس بتوعد وتخلف الوعد. واحنا ليه نصدق الوعد ابو بق ده بتاع الكلام ده؟ احنا نصدق فعل، يجي يشد حيله كده ويجيب شوكولاته ويجي يتقدم ويخطب ويتجوز، هو دي العلاقات اللي نفهمها. لكن التعليقه اللي بتعلقيها انت لنفسك، انا ما اقدرش اقول لك ان هو اللي معلقك، انت اللي معلقاها لنفسك، مرفوضه، بتقلل قيمتك، بتقلل ثقتك بنفسك، بتعذبك، بتوجعك، بتجرحك، بتبوظ لك حياتك، وبتخليكي قاعده استبن. ازاي ترضي تبقي استبن؟ اياكي